سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع رحلة النبي صلى الله عليه وسلم مع حجة النبي عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع، الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة، التي ودع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه وأمته. في هذه الرحلة المباركة سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة منازل، ووقفنا مع بعض الأحاديث التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نستكمل المسيرة حتى نصل إلى مكة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. صار النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة وهي في اتجاه الشام إلى مكة وهي في اتجاه اليمن، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على منازل، ومن المنازل التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم منطقة تسمى الأبواء. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنالك جاءه رجل من أصحابه من سكان هذا المكان اسمه الصعب ابن جثامة رضي الله عنه، يقول كما روى البخاري ومسلم: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو ودان، ودان وادي في الأبواء. مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أو ودان وهو محرم. وهذا يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام في منازله ينضاف إليه أناس معهم 100,000 أو يزيدون، وهم يزيدون في الطريق تباعا، كلهم يهتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش. حمار الوحش مباح، الحمار الأهلي محرم. فأهدى الصعب ابن جثامة للنبي عليه الصلاة والسلام رجل صيد، هو حمار وحش تقطر دما. قال: فرده علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا رده؟ وقد كان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية، لأن الله عز وجل قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البر حرام على المحرمين. أجمع العلماء على أن المحرم إن صاد أو أشار إلى صيد أو أعان عليه يحرم عليه. فلما أهدى الصعب إلى النبي عليه الصلاة والسلام هذا اللحم، والصحابة في طريق سفر وتعلمون ما يكون من وعثاء السفر، رده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول كما روى الحاكم وابن حبان بسند صحيح: إن روح القدس عليه السلام نفث في روعي، ألقى في نفسي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وتستكمل أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل.
ودعوا ما حرم. إن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المؤمنين والمرسلين بأكل الحلال، كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال الصعب: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه الكراهية كره الرجل أن ترد عليه هديته، خشي أن يكون به بأس. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليه إلا أننا حرم، يعني محرمون. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، لم يرد الهدية وحسب، إنما ردها وبين سبب ردها: إنا حرم لا نأكل الصيد، ولولا أننا محرمون لقبلناه منه. فينبغي على المؤمن أن يأتسي ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن فعل شيئا يرى منه كراهية في وجه أخيه أن يبين عذره لأخيه تأليفا للقلوب وتثبيتا للمودة ما بين المسلمين والموحدين. في هذا المكان في الأبواب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل البهزي صاحب الصيد الذي ذكرناه في الخطبة الماضية، لقي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء. الحديث رواه أبو يعلى وصححه ابن حبان والحاكم، وفي سنده لين وله شواهد، فهو صحيح بعضه والباقي صح معناه. جاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنا نلقى الإبل مصرة يعني عقد على ضرعها لئلا ينزل منها اللبن، وقد أصابنا الجوع، نحن محتاجون ونجد إبلا فيها لبن مصرة. فقال عليه الصلاة والسلام: نادي صاحب الإبل ثلاثا، يا صاحب الإبل 3 مرات، فإن جاء تستأذن وإن لم يأتي قال عليه الصلاة والسلام: وإلا فاحلل صرارها ثم اشرب ثم صر، يعني اعقدها مرة أخرى يشرب على قدر دفع الجوع. وهذا أمر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى: إن أتيت على زرع وأردت أن تأكل منه لحاجة فنادي على صاحبه، فإن جاءك استأذن وإلا خذ منه ولا تحمل، تأكل ولا تحمل. قلت: يا رسول الله، فإنا ترد علينا الضوال جمع ضالة، والمراد بها هنا ضالة الإبل أو البقر، دابة ناقة تسير في الصحراء فترد على الرجل في مكانه وعنده الماء. قال: يا رسول الله، فهل لنا أجر أن نسقيها؟ إذا سقيت دابة، سقيت حيوانا ما، هل لنا في ذلك أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، في كل ذات كبد أجر، في كل ذات كبد أجر، ولو أن تفرغ من إلهك في دلو المستسقي فإنه لك صدقة. وفي حديث أحمد وإسناده حسن: خير الصدقة سقي الماء. قال: ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا لما سأله الرجل عن الضوال من الإبل فأشار بذلك إلى رعي الغنم ونحوها. قال: أنشأ النبي يحدثنا فقال: سيأتي على الناس زمان، وقد أتى، خير المال فيه ليس الذهب ولا الفضة ولا الملايين المملينة ولا العقارات ولا الأراضي. يأتي على الناس زمان يكون خير المال فيه غنم بين المسجدين، بين مكة والمدينة، غنم في مثل هذا المكان في الأهواء وهي في منتصف الطريق، تأكل الشجر وترد الماء، يأكل صاحبها من رسلها ويشرب من ألبانها ويلبس من أصوافها. رجل ظل في مكانه يرعى غنمه معتزلا الفتن التي تكون بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: والفتن ترتكس بين جراثيم العرب. جراثيم العرب يعني أصول العرب، فتن
الفتن تأكل كبار الناس، تأكل من يستشرف لها، من يتصدر لها. قال والفتن ترتكس بين جراثيم العرب والله ما تعبؤون، والله ما تعبؤون، والله ما تعبؤون. يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي زمان تكون فيه الفتن بين العرب، فيفتن العرب العرب، كما قال حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه: والله لا تدع ظلمة مضر عبدا لله مؤمنا إلا قتلوه أو فتنوه حتى يضربه الله والملائكة والمؤمنون. يظلمون فيفتنون ويقتلون. قال حتى لا تمنعوا ذنب تدعة. ذنب التدعة أصل الماء، مسيل الماء في الوادي، يعني يصير المسلمون في زمان إلى حال لا يستطيعون أن يدافعوا فيه عن أرضهم ولا عن مياههم. قال عليه الصلاة والسلام: يفتنون والله، يفتنون والله، يفتنون والله. والفتنة عذاب، اختبار وابتلاء، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. من هذه اللحظة والنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث يحذر من الفتن إلى وقت وفاته صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما كان يقول بعده: أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. قال في هذا الحديث: والفتن ترتهش، يعني تضطرب، تتكاثر، تزيد يوما بعد يوم، يزيد الظلم والقهر والفتنة والعذاب. قال: والفتن ترتهش والدماء تسفك. روى الحاكم عن عبادة بن الصامت وصححه الحاكم والذهبي: جاءه رجلان فسألاه عن حديثه في الفتن فقال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن يكون خير المال شاتان مكية ومدنية ترعى فوق رؤوس الضراب، فوق رؤوس الجبال، تأكل من ورق القتال يعني الشجر، ويأكل أهله من لحمانه ويشربون من ألبانه، وجراثيم العرب ترتهش فيها الفتن. والذي نفسي بيده، يقسم عبادة: والذي نفسي بيده لو أن لأحدكم 300 شاة خير له من مثل اسطوانة المسجد ذهبا وفضة. تخيل لو أن أعمدة المسجد هذا ذهبا وفضة وكانت لك، لكان في زمان الفتن بعض الشياه خير لك من ذلك. قال البهزي: فأوصني يا رسول الله. هذا في حجة الوداع والنبي يحذر أمته، فلما سمعوا كلامه عن الفتن سألوه: ماذا نفعل وعلى أي حال نكون؟ قال عليه الصلاة والسلام: أقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر وبر والديك وصل رحمك وأقر الضيف وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وزل مع الحق حيث زال. كلها أوامر معلومة: تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت وتعتمر إلى بيت الله، أركان الإسلام. ثم تصل رحمك وتبر والديك وتقر الضيف، وهذا حق الأقارب عليه وحق الضيف عليه. ثم حق الأمة: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. لكن أشد شيء في هذه الوصية قوله: وزل مع الحق. لم يكن مع الباطل ولا مع فئام الناس ولا مع آراء الناس، زل مع الحق حيث زال. العبد إذا أراد أن يكون مع الحق لابد أن يكون مع الكتاب، مع القرآن، مع السنة التي هي الحق. روى الإمام أحمد بسند فيه عن معاذ مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن الكتاب والسلطان
ولا أرق دينا، لا يوجد أحد أرق دينا ممن إذا جاءته الرواية على هواه ثبتها، وإن جاءته تخالف هواه ردها. يأتيه الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيعرضه على هواه، فإن وافق هواه أخذه، وإن لم يوافق هواه رده. وكم من أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت إليك على خلاف الهوى فأعرضت عن سنة الرسول واتبعت الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال ابن حزم: وهذا من التلاعب بدين الله عز وجل. يصيرون الحرام حلالا وهو حرام مجمع عليه، أو الجماهير على حرمته بالنص الثابت من السنة، بل أحيانا بصريح القرآن العظيم. يتبعون الهوى ويتركون الهدى، وهذا في زمان الفتن من عبادة الهوى، بل هو دائما من عبادة الهوى. والهوى في الفتن يزداد والهدى في الفتن يقل. لذلك روى مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العبادة في الهرج، والهرج الفتن، كهجرة إلي، كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وسار في طريقه ومعه أصحابه يلبون ويكبرون، يحمدون ويسبحون، يستغفرون ويهللون، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي عسفان. فلما وصل هنالك كما روى أحمد وحسنه ابن كثير وفيه لي عن ابن عباس قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عسفان حين حج قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ فقال أبو بكر: هذا وادي عسفان. قال عليه الصلاة والسلام: لقد مر به هود، نبي الله هود، وصالح، نبي الله صالح، على بكرات حمر، على نوق حمراء، خضمها الليف، خطام الناقة الليف، أزرهم، إزارهم، لباسهم العباء، أرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. ثم مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه ألوف مؤلفة حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سلف، وسلف تبعد عن مكة حوالي 10 كيلو متر. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليها ونزل بها أمر النبي أصحابه أمر استحباب أن يجعلوا حجهم عمرة إلا من ساق الهدي. النبي عليه الصلاة والسلام معه الهدي، وبعض الصحابة كذلك كطلحة بن عبيد الله وأبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عوف، وجمهور الصحابة ليس معه هدي. فالنبي أمره في هذا الموطن أمر استحباب: من لم يكن معه هدي فأحب أن يتحلل من حجه يجعلها عمره. وهذا جمع حسن ما بين الأحاديث في هذا الباب. وسأل سراقة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن سؤالا سأله مرة أخرى عند المرة، فنتركه لهنالك إن شاء الله. في وادي سلف جاء الحيض إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. روى البخاري عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج وليالي الحج، فنزلنا بسلف، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه يعني من خبائه، فقال لهم: من لم يكن منكم معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا. قالت: فمنهم الآخذ بها، منهم من فعل ذلك وهم قليل، ومنهم التارك لها استمر على إحرامه كما أن الرسول على إحرامه صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. قال: ما يبكيك؟ ما يبكيك يا عائشة؟ قالت: سمعت قولك
وقد منعت العمرة. لماذا منعت العمرة؟ قالت إني لا أصلي. أشارت بذلك إلى مانع الصلاة الذي يمنع النساء. إني لا أصلي. قال فلا يضيرك، هذا لا يضيرك بشيء، إنما أنت امرأة من بنات آدم كتب الله عليهن ما كتب عليك، فكوني في حجتك. عائشة لن تتحلل من الحج إلى العمر للمانع، فكوني في حجتك، انقضي شعرك وانتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. اقضي ما يقضي الحاج، افعلي ما يفعل الحاج، غير أنك لا تطوفين بالبيت. هذا بالصحيحين. عسى أن يرزقك الله الحج. وقد رزق الله عز وجل أم المؤمنين الحج. ظلت عائشة على حالها سائرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهي محرمة بحج بلا عمرة. لذلك في آخر الحج تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمرها، فأمرها أن تعتمر من التنعيم كما سيأتي به. صار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى وصل إلى وادي الأزرق بينه وبين مكة حوالي ميل، بضعة كيلومترات. فلما وصل هنالك كما روى مسلم في صحيح ابن عباس، لما وصل النبي وادي الأزرق سأل أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى، وذكر صلى الله عليه وسلم طول شعره، كأني أنظر إلى موسى واضعا إصبعيه في أذنيه هابطا من الثنية هابطا إلى مكة له جؤار إلى الله بالتلبية. فلما وصل النبي إلى ثنية هرشة وهي بعد ذلك قال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشة. قال كأني أنظر إلى يونس بن متى على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف يؤم البيت. ولعلك تلاحظ أن في كل الأماكن التي مر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر إلى فلان أو فلان من الأنبياء ممن ذكرناه، وذلك لأنهم جميعا مروا في حجهم جاءوا قاصدين مكة عن طريق مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، فالتقوا في هذه الأماكن ومروا بهذه الأماكن. وقد يسأل سائل وكيف رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ماتوا؟ نقول كما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، لهذا كان يعرفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى التنعيم، والتنعيم أول الحرم وآخر الحلم. التنعيم أول الحرم، أول أرض الله الحرام. كانت مكة وآنذاك صغيرة، فدخل النبي من التنعيم ونزل بذي طوى. ذو طوى داخل الحرم بعد التنعيم، لكن في ذلك الوقت كانت أرضا بطحاء. هي الآن مباني لا يوجد فيها شيء من الصحراء، فالنبي حين بات بها كان ذلك ممكنا، هذا الآن لم يعد متيسرا. نزل النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى فبات فيها حتى صلى الصبح. صلى النبي الصبح بأصحابه فاستجموا واستراحوا ليدخلوا مكة نهارا متمكنين من أداء شعائر الله عز وجل. وها هي مكة تلوح في الأفق أمام ناظريهم ينظرون إلى مكة التي أخرج منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، وها هو صلوات ربي وسلامه عليه يعود إليها قائدا وإماما للمسلمين. خرج منها وحده معه صاحبه وعاد إليها ب100,000 أو يزيدون. خرج منها خائفا يختبئ في الغار وعاد إليها إماما داعيا إلى الله يجهر بالتلبية والتكبير ومعه أصحابه آمنون رضوان الله عليهم. ولم يحدث هذا قبل مع أي نبي من أنبياء الله عز وجل. لم يخرج نبي قط آمنا على قومه ملبيا نداء ربه مع قومه
أما أن يخرج برغبة وطواعية تلبية لنداء ربه يأتم به الآلاف من الناس فهذا خاص برسول الله محمد. وصدق الله عز وجل إذ قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وصدق الله وعده لنبيه عليه الصلاة والسلام كما سيقوله رسول الله. قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فها هو رسول الله يظهر على الجزيرة بأسرها ولا يبقى في مكة إلا الموحد ولا يبقى في مكة إلا التوحيد وإلا السنة. يلبي النبي وأصحابه وهم بالإطوة ينامون ثم يستيقظون فيصلون الصلاة ثم اغتسل رسول الله، والاغتسال لدخول مكة من السنن. ثم دخل رسول الله مكة ضحى. في وقت الضحى انطلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى وصل إلى مكة، ثم دخل صلى الله عليه وسلم عند المسجد، وكأني بالقلوب المشتاقة تحن وتئن في هذا المشهد إذ هم خلف النبي يرون بيت الله الحرام ينظرون ماذا يفعل رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول يقول: خذوا عني مناسككم. وهذا أول مناسك النبي عمرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم عند البيت بباب المسجد أناخ راحلته ثم دخل المسجد من باب بني شيبة وهو موجود إلى الآن. دخل النبي المسجد من باب بني شيبة فاطبع كشف كتفه الأيمن، ثم بدأ النبي فاستلم الحجر في بعض الروايات وفي سندها لي وذكرها ابن القيم وغيره في زاد المعاد. قال: لما رأى النبي البيت استقبله ورفع يديه ودعا يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابا، وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا. النبي حين رأى البيت دعا ثم انطلق إلى الحجر الأسود وهو حجر من أحجار الجنة فبدأ به رسول الله. فاستلم النبي صلى الله عليه وسلم الحجر وقال: الله أكبر. وفي بعض الروايات قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود وأصحابه من خلفه، خلفاؤه من خلفه، المبشرون بالجنة من خلفه، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من خلفه. في لحظة العبودية والذل لله لزم رسول الله الحجر وقبله ثم فاضت عيناه بالبكاء صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم، سيد العباد، سيد الأنبياء والمرسلين. لما جاء إلى بيت الله عز وجل واستلم الحجر وهو القائل: إن الحجر يشهد يوم القيامة لمن استلمه بحق، فاضت عيناه بالبكاء. في رواية ضعيفة فقال عمر: أتبكي يا رسول الله؟ أتبكي وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أتبكي وقد فتح الله عز وجل لك فتحا مبينا؟ أتبكي وقد بعثك الله بشيرا ونذيرا؟ أتبكي وقد جعلك الله إماما للمرسلين وسيدا للأنبياء والمرسلين؟ قال: يا عمر، ها هنا تسكب العبرات. في هذا المكان تغفر الزلات، مسح الحجر واستلامه يحط الخطايا حطا، ويأتي الحجر يوم القيامة كجبل أبي قبيس يشهد لمن استلمه بحق.
وسلم بالبكاء، ولو كان ذنب بشر لا يحتاج إلى البكاء لكان هو رسول الله. إذ هو يبعث يوم القيامة آمنا، فابكي على نفسك وابكي على حالك إن حرمت من تقبيل الحجر، وإن قبلته فقد حرمت من رقة قلب تدر دمع العين من خشية الله عز وجل. وصدق رسول الله حين قال: أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له. نعم، إذ هو أعلمنا، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، فدار النبي طاف الشوط الأول حول الكعبة. الرمل رسول الله. الرمل هو الجري الخفيف، 3 أشواط رمل فيها رسول الله، يأتي على الركن اليماني يستلمه رسول الله ويقول: بسم الله الله أكبر، ثم يدعو ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا وصل إلى الحجر استلمه وقبله. وفي بعض الروايات: وسجد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حجر لا يضر ولا ينفع، لكنها سنة سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. كان ابن عمر يقبله ويسجد عليه ويقول: ما تركته منذ رأيت رسول الله يفعله. وكان عمر يقول: إنك لحجر، وإني لأعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولكني رأيت رسول الله يقبله. مر النبي صلى الله عليه وسلم في أشواطه، رمل 3 ومشى 4 على هيئته، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرفع صوته يسمع الناس المؤتمين به: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل النبي المقام بينه وبين الكعبة، فصلى رسول الله ركعتين قرأ فيهما بسورتي الإخلاص: قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى ماء زمزم، طعام طعم وشفاء سوء، وماء زمزم لما شرب له. انطلق النبي إلى ماء زمزم فشرب منه، وصب رسول الله على رأسه من ماء زمزم، ثم انطلق إلى الركن إلى الحجر الأسود فاستلمه وقبل الحجر ووضع يديه عليه ومسح بهما وجهه صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم وجوده ابن كثير. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسعى، فخرج النبي إلى المسعى من باب الصفا، فلما دنا من جبل الصفا وكان حجرا لم يكن كحاله الآن، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به. قدم الله الصفا على المروة، فقدم رسول الله الصفا على المروة، بدأ بها فصعد عليه حتى رأى البيت. نظر النبي بعينه إلى البيت، استقبل القبلة فوحد الله وكبره 3 وحمده. وحد الله وكبره 3 وحمده، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. على نفس هذا الجبل صعد النبي قبل هذا الموطن بحوالي 20 سنة ينادي: يا معشر قريش، يا معشر قريش، يا بني فهد، يا بني هاشم، يا صفية، يا فاطمة، يناديهم رسول الله. فلما أجابوه قال لهم: قولوا لا إله إلا الله. أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خلف الجبل جيش يريد أن يستبيحكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا له: ما
لسيد البشر بأبي هو وأمي تبا لك يا محمد أي هذا جمعتنا. فأنزل الله عز وجل قوله تبت يدا أبي لهب وتب. فوعد الله نبيه أنه يتم أبا لهب فتبه الله عز وجل وأهلكه. ووعد الله نبيه أن ينصره فنصره الله. ووعد الله نبيه أن يهزم الأحزاب فهزمهم. فالنبي في هذا الموطن يذكر المسلمين بما كان من أمره. فلا إله إلا الله الكلمة التي جاء بها رسول الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له تأكيد للتوحيد ونفي للشرك والأنداد والطواغيت. لا شريك له له الملك كله لله. وأنت من الملك الذي هو لله عز وجل. له الملك وله الحمد. هو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده. هل تصدق أن الله أنجز وعده لرسول الله؟ قطعا. ومن شك في صدق وعد الله لرسوله لم يكن بأمة الرسول. فاعلم أن الله وعد أمة الرسول بالنصر على أعدائهم. وعد أمة الرسول بالتمكين في بلاده في أرضه. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وليس لله عباد على وجه الأرض يعبدوه ويوحدوه إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نصر وعده أنجز وعده ونصر عبده إلا تنصروه فقد نصره الله وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا رسول الله بعد ذلك بما يسر الله عز وجل. ثم عاد فقاله مرة أخرى. ثم دعا فعل ذلك 3 مرات يقول هذا الذكر ثم يدعو بما يسره الله عز وجل. ومما روي من دعاء في هذا الموطن وسنده فيه لي لكنه صح عن ابن مسعود موقوفا عليه: اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. رسول الله يقول اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا سار على قدميه إلى المروة. فلما جاء في وسط الوادي أسرع النبي في هذا المكان الذي أسرعت فيه هاجر أم إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حتى إذا صعد إلى المروة وقع عليها ثم نظر إلى البيت استقبل القبلة ثم دعا بما دعا به على الصفا ثم نزل من المروة إلى الصفا 7 أشواط يسعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرر فيها الذكر والدعاء. ولما غشى الناس رسول الله واجتمعوا حوله كان من رحمته بهم أن ركب النبي في آخر أشواطه حتى يرى الناس ما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتم طوافه وقف النبي عليه الصلاة والسلام على المروة وخاطب أصحابه قال: يا أيها الناس لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة. لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لو لم يكن ما كان لو أعلم ما أوحى الله عز وجل به إلي قبل أن يوحى إلي لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبالطواف بين الصفا والمروة. قصروا وأقيموا حلالا. هنا لم يقل احلقوا لأن الحلق سيكون في يوم الحج الأكبر. قصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية أحرموا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. هذا قوله. فسأل الصحابة النبي سؤالا أذكره لك بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على نهجه إلى يوم الدين. كانت العرب قديما تحرم وتحلل في دين الله عز وجل بغير حق. قال سبحانه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وتحريم ما حرم الله أو تحريم ما أباح الله عز وجل كفر بالله تبارك وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكان مما حرمته العرب حرمت العمرة في أشهر الحج، فكانوا يقولون العمرة في أشهر الحج من أبجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وذهب سفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. فالعمرة عندهم حرام في أشهر الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا قبل ذلك أن التحليل والتحريم إنما هو لله، وأن من حرم أو حلل بدون إذن من رب العالمين، من ساس الناس بدون شرع رب العالمين، فليس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، خلقت عبادي على الحنيفية، على التوحيد، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال علي: يا رسول الله والله ما عبدناهم. قال: ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. فمنع العمر في أشهر الحج عبادة لطواغيت العرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبيح ما أمر الله به وأن يفعل ما أمر الله به، لكن منعه الهدي. فأمر النبي أصحابه بضربة قاضية لبقايا الشرك في قريش، لبقايا الشرك في العرب، لعبادة البشر للبشر من دون رب البشر سبحانه. فأمر أصحابه أن يجعلوها عمرة في أشهر الحج مخالفة للمشركين. هدينا يخالف هدي المشركين. لسنا نعبد إنسا ولا جنا، لسنا نعبد ملكا ولا نبيا، إنما نعبد الله عز وجل. والنبي يبلغ عن ربه. قال عليه الصلاة والسلام: لو لم أسق الهدي، هذا هو المانع، لحللت ولجعلتها عمر. فمن كان منكم لم يسق الهدي فليحل وليجعلها عمر. فإذا جاء أشهر الحج أحرم وكانت تلك متعة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. وهذا تمتع اللغوي، إذ التمتع الشرعي لم يكن يعرفوه بعد. تعلم أن الصحابة أسرع الناس استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرهم بأمر أضاعوا أمره ولو كان على أعناقهم. لكن في مثل هذا الموقف تثبت الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، إذ هم يرون النبي محرما، فكيف يحل ورسول الله محرم؟ ينتظرون لعل الوحي ينزل بمتابعتهم لنبيهم فيظلوا على إحرامه. قالوا: يا رسول الله أي الحل؟ الحل الأصغر أم الحل الأكبر؟ قال: الحل كله. من كانت معه امرأته فهي له حلال، حلله الطيب والثياب والنساء. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ يا رسول الله إنما هو الحج. قال: ليس بالحج، إنما هي عمرة استمتعنا بها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أهل الرجل بالحج ثم طاف مكة، قدم مكة فطاف بالبيت والصفا والمروة فقد حج وهي عمرة. افعلوا ما أمركم به. رسول الله على المروة والآلاف المؤلفة حول النبي، أسمع الله صوت النبي وأوصل الله صوت النبي إلى آذانه. افعلوا ما أمركم به، فإني لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما فعلتم. قال: من أهل بعمرة ولم
استكانوا لأمره وسكتوا ولم يفعلوا شيئا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة مغضبا رضي الله عنه. قالت عائشة: فدخل النبي علي وهو غضبان. قالت: ما لك يا رسول الله؟ لماذا غضبت يا رسول الله؟ قال: إني أمرت الناس أن يحلوا فلم يحلوا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس فخطبهم فأعاد الأمر عليهم. فقال سراقة الذي كان يتبع النبي في حالة الهجرة أسلم وصار من الموحدين ويسأل النبي الأمين عن شريعة رب العالمين. قال: يا رسول الله، علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم. علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم لا يعلمون شيئا، وأنت لا تعلم شيئا إلا ما علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن سراقة يشير إلى أن المسلم الموحد حين يدخل تحت شريعة رب العالمين يترك كل أمر من أمور الجاهلية فيدخل الإسلام كأنه ولد من جديد. يا رسول الله، أرأيت عمرتنا هذه العمرة مع الحج لعامنا هذا خاصة أم لأبد الأبد؟ هذه العمر، هذا التمتع لعامنا هذا خاصة أم لأبد الأبد؟ فشبك النبي أصابعه وقال: بل لأبد الأبد، لأبد الأبد، لأبد الأبد. إن الله تعالى أدخل عمرتكم في حجكم إلى يوم القيامة. قال سراقة: يا رسول الله، بين لنا، كأننا خلقنا الآن. فيما العمل؟ في أي شيء نعمل؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ هل قضي الأمر كتبت أعمالنا وقدرت علينا أم أننا في أمر مؤتمن؟ قال: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة خلف رسول الله، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة مخالفين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال جابر: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل فأحللنا. قال: فقام النبي خطيبا لما بلغه كلام بعض أصحابه أنهم قالوا: كيف نحل وقد أحلوا ونأتي عرفة وقد أتينا النساء؟ فوقف النبي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، قد بلغني أن أقواما يقولون كذا وكذا، والله لأنا أبر وأتقى لله منهم. أقوام أرادوا أن يستمروا على الإحرام فاستنكروا الحلم، فالنبي يقول: والله لأنا أبر وأتقى لله منهم، وهو أبر خلق الله وأتقى خلق الله وأكرم خلق الله على الله. قال: أيها الناس، أبالله تعلموني؟ أبالله تعرفوني؟ أيها الناس، قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم. أيها الناس، والله أنا أعلم بالله وأتقاكم له، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما سقت هديا ولا حللت كما حللت. وبقي على إحرامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله وعمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وذوي اليسار ذوي الغنى مما معه مال حمل به هديا. ونساء النبي لم يسقن هديا فأحللنا إلا عائشة. لماذا عائشة ظلت على إحرامها؟ لأنها كانت على حالها الذي جاءها بسنه فاستمرت على ما هي عليه. دخل النبي على حفصة فقالت حفصة للنبي عليه الصلاة والسلام:
تحل؟ قال لبدت رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تهجأت للحل، أرادت أن تحل. قال ما لك؟ قالت نبئت أنك أمرت أزواجك أن يحلل. قال عليه الصلاة والسلام أما نحن فلا نحل، إن معنا هدنا الهدي حتى ننحره بعرفة. فعائشة لم تحل وأحل جماهير الصحابة رضوان الله عليهم. ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم بأعالي مكة الحجول. في أعلى مكة نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقرب من الكعبة بعد طوافه. بعد هذه العمرة لم يعد رسول الله إلى الكعبة في أي يوم حتى جاء يوم التروية وانطلق إلى مناسك الحج. ظل النبي في مكانه فجاء علي رضي الله عنه من اليمن 4 أيام بقيها رسول الله في مكانه، فجاء علي من اليمن ومعه قدنا للنبي عليه الصلاة والسلام، فوجد علي فاطمة قد أحلت وترجلت ولبست ثيابا صبيغا وانتحلت، تزينت لزوجها ظانة أن زوجها سيكون حلالا، فأنكر علي ذلك عليه وقال من أمرك بهذا؟ قالت أبي صلى الله عليه وسلم. قالت أمرني أبي بهذا. فكان علي يقول بالعراق في زمن خلافته فقدمت على رسول الله محرشا على فاطمة. قال يا رسول الله لقد أتيت فاطمة فوجدتها كذا وكذا فأنكرت عليها، فقالت إن أبي أمرنا بهذا. قال رسول الله صدقت صدقت صدقت، أنا أمرتها بهذا. ثم قال لعلي بماذا أهللت حين فرضت الحج؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله. قال اللهم لبيك بما قال رسول الله. قال فإن معك الهدي فلا تحل وامكث حتى نأتي الحرم، حتى نأتي منه وننحر الهدي. وكان ما ساقه علي مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة 100 بدنة، فأقام النبي بمكة هذه الأيام ال4 في أعالي مكة. أولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم دار في مكة؟ حين هاجر ترك بيته. قال أسامة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين تنزل غدا؟ في حجة الوداع يسأل أسامة الرسول عليه الصلاة والسلام أين تنزل غدا؟ قال هل ترك لنا عقيل منزلا؟ عقيل بن أبي طالب باع الطور باع الديار، إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسمت قريش على الكفر. في المكان الذي تقاسمت قريش وتعاهدت على الكفر وعلى نصر الكفر وعلى إعلاء الكفر ينزل رسول الله بالموحدين. حين تحالفت قريش وكنانة على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم، على ألا يجالسوهم ولا يناكحوهم، حين قاطعوا النبي وأهل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما مات أبو طالب باع عقيل دوره فلم يرث عليه ولا جعفر، وباع عقيل دار النبي فلم يأخذ منها رسول الله شيئا. قال العلماء وهذا يدل على أن من ترك شيئا لله لا يعود فيه. فالنبي والمهاجرون حين تركوا مكة تركوا أموالهم وديارهم، فلما عادوا إليها حاجين ومعتمرين لم يطلبوا شيئا من أموالهم. فمن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. وقد عوض الله الصحابة عن مكة وأرضها بالجنة وطيبها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يسير على هديه وممن يحج كحجه وممن